من ضمن الحاجات اللي كانت مكتوبه في الكتاب ده فولو ذا ساينز. فانتي مش اي حاجه تلاقيها غريبه تنتقديها فورا او تشتتك او تدمر لك حياتك، لا، ما تحسيها الاول. حسيها وانت كمان برضو لقيت حاجات غريبه بتحصل، يعني حاول تحسها، افهم ان الشخص ده بيقاوم حاجه جواه، ما يمكن ان هو عايز معانا في حياتنا عايز يتخلص. مش لازم ان هو انتقده واقول انت غريب قوي انت واقعد ابستف في اللي قدامي من غير ما احس. ساعات في ناس بيبقى في رياكشن ليها انت مش متعود منه على الرياكشن ده، مع ان ممكن تبقوا قاعدين قاعده عاديه خالص بس لقيته مره واحده رد غريب، قال كلمه غريبه. ده يا جماعه بيبقى شخص بيفكر في شيء بطريقه مرضيه مخلياه مش عارف يقطع التفكير ده، فبالتالي قام جاي رد عليك الرد ده عشان يخلق لغه حوار بينك وبينه، يفصله تماما مثلا عن التفكير ده او عن الفكره اللي مسيطره على عقله الباطن او على عقله بصفه عامه يعني.